جاتنا بتاريخ امس. تاريخ امس شنو؟ كشف يا بوليس. التاريخ ادينا التاريخ. تاريخ 5/8 8 جويلية 8 جويلية 2023. اليوم الثاني. انتم متواجدين في بيئة حتى تباتوا هنا تحت الأشجار. بنبات تحت الأشجار. تحت الأشجار 3 شهور. 3 شهور تحت الأشجار. 3 شهور بنبات تحت الأشجار. بنبات في الكخط. بنبات في الكخط من غير قطاع، مما معرضين اللي للحشرات. فينا من تسبب لهم الحشرات بالدخول في الأذن. هذه الحالة متواجدة عندنا بكثرة. وفينا من يتعور في الليل لعدم وجود الأنوار. ونعاني قوانين أي دولة متواجد فيها سوداني اليوم، ولكن أصبحنا اليوم لاجئين بأسباب حروبات لا نعرف متى ستكون نهايتها. لا نعرف ماذا سيكون في السنين القادمة، ماذا سيحصل للأجيال القادمة. توا أنتم معناتها صفاقس هي محطة الأخيرة. لا 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 لا، الصفاقس محطة آمنة بالنسبة للمهاجرين واللاجئين المتواجدين فيها. هي معناتها هو في الأخير هي عبور لإيطاليا هكا ولا؟ لا 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 لا. أنا قد تحدثت مع بعض تمام. الإخوان مش من السودان، من الدول الأخرى، فهمت؟ يحبوا يمشيوا لإيطاليا. سؤال: هل كان السودانيين قبل الحرب متواجدون هنا بكثرة؟ لا. أم أوقات الحرب؟ أوقات الحرب. تمام. هل الفئة الأخرى متواجدون هنا بكثرة قبل مجيء السودانيين وقبل حرب السودان، أم هم كذلك في بلادهم حروبات؟ صاحب العقل يميز. هذا سؤال مهم جدا. صاحب العقل يميز. إذا كان السودانيين قبل اليوم ما كانوش موجودين قبل موجودين، معناته عندما تقول ان السودانيين لقد جاءوا الى صفاقس من اجل الذهاب الى الخارج، هذا ما يعتقد انا نتعاون مع الاعتقاد. هذا ما يعتقد سكان تونس ولا سكان مدينة صفاقس أنها محطة أخيرة للعبور إلى أوروبا، إلى إيطاليا، لأن مدينة صفاقس تعتبر هي أقرب إلى لامبادوزا بالبحر، فهمت؟ فيها قرقنة وفيها حتى من سكان تونس بيحرقوا من صفاقس، يمرون إلى إيطاليا من صفاقس. في اعتقاد التوانسة الكل أن مدينة صفاقس هي محطة
علاه؟ Vamos. You want to كان talk? هو يتحدث. You want to talk? You want to talk? Talk. Yeah. بتكلم